سلام الله على الحباب. كان يا ما كان في قديم الزمان، كان واحد الحطاب كيسكن في واحد البلاد، وفي كل صباح كيمشي للغابة بفاسو يحطب نقلة من الحطب، كيهزها ويمشي بها للسوق اللي في المدينة، كيبيعها وبثمنها كيطعم مراته وولادو. واحد الصباح مشى للغابة كيف عادته، كيف دار الفاس بغصن من غصن الشجر، وقف عليه راجل وقال ليه: يا اخي، راه صدعتينا بهذا الصوت، بارك ما تقطع في هاد الخشب. قال ليه الحطاب: ومنين نوكل ولادي ومراتي؟ قال ليه: انا نعوضك على الحطب. وقال الحطاب: وباش غادي تعوضني؟ قال ليه راجل الغابة: غنعطيك نعجة عجيبة غريبة، شق منها يجيب العسل وجيها يجيب اللبن. قال الحطاب: انا موافق، لكن كلامك صحيح. عطاه النعجة ومشى بيها، وملي الحطاب وصل لدارو خبر مراته بالقصة وأمرها بحلب النعجة. فاش حلباتها لقات كلام الرجل صحيح، وفي الصباح الحطاب خدا النعجة وعطاها للراعي اللي يرعاها مع الغنم، وقال لي: لا تطمع في النعجة وتاخدها، حيت شق منها كيجيب العسل وشق كيجيب اللبن. قال الراعي: ما عاز الله ندير هكا. وملي حلبها لقى كلامه صحيح وطمع فيها وخباها وعطاه نعجة كتشبه ليها. وفاش جات مرات الحطاب تحلب النعجة لقاتها نعجة وحدة أخرى، لقاتها نعجة عادية، وخبرات راجلها ومشى عند الراعي وطالبوا بالنعجة الأصلية. ومشى الحطاب لعند القاضي، وحضر الراعي عند القاضي وقال ليه: هذا مجنون، عمركم سمعتوا يا فضيلة القاضي بنعجة كتحلب العسل واللبن؟ وحكم القاضي لصالح الراعي. وفي اليوم التالي مشى الحطاب للغابة وبدا كيضرب بالفاس كيف عادته، وجاه الراجل وقال ليه: ياك اتفقنا ما تجيش للغابة؟ قال ليه: تسرقات ليا النعجة ورجعت لصنعتي. قال الراجل: هاك هذا مكيال، ولا بغيتي الذهب قل لي عمر ذهب وغادي يعمر، وعندك تفرط فيه. خدا الحطاب لمراتو وجربوه ولقاو كلامه صحيح. قال لمراتو: جيبي لي معون من عند الجيران ندير فيه الذهب، ما حد نزل للسوق ونشري مواعن. مشات عند جارتها وقالت لها: عطيني معون وغادي نرجعو ليك. عطاتها الماعون ولصقات في قاعو لداخل العلك باش تعرف اش بغاو يديروا فيه. وملي رجعت ليها جارتها الماعون لقات قطعه من ذهب لاصقه، ما شفتهاش الجاره. خداتو ومشات لجارتها قالت ليها: لقيت هذه في الماعون. هو من مالكم؟ قالت لها مرات الحطاب: غير خذيه يا اختي. وكم مشات ليها شويه الذهب وقالت ليها: هذا هديه. قالت لها الجاره: ومنين جاكم هذا الخير؟ وعودت لها القصه. ولغد ليه الجاره جات تسلف المكيال وعطاتو ليها وقالت ليها: كي اليوم طلبي منه ذهب؟ قالت ليها: لا يا جارتي العزيزه، بغينا غير نكيلو. الجاره طمعات وجرباتو وردت ليها مكيال كيشبه ليه وهو عادي. الحطاب طلب من المكيال الذهب ولقاه مكيال عادي، وعرف باللي جارتهم بدلاتو، ولكن اشنو جدوى الشكوى. ولغد ليه الحطاب قصد الغابه وبدا كيضرب بالفاس، وجاه الراجل ولامو وعطاه طبله وقال ليه: اي ماكله تشهيتها طلبو والطبله غادي تعمر. وداها لدارو، والخبر تسربات وصلات لوالي البلاد، وحيدها ليه وقال ليه: هاد الطبلة كتواتي الولاد ماشي ديال بحالك. وفي الصباح قصد الحطاب الغابة
ولقى الراجل قال لي عييت معاك، هاك هاد الصوت وسد على راسك البيت وقل عمري البيت بالذهب. وقال ليه ولكن نوصيك، وصي مالين دارك ما يحلوش عليك. ملي وصل الدار وصى مالين دارو ما يحلوش عليه، غير دخل البيت وهو يطلب من الصوت الذهب، هو يتولي ليه عفريت وعطاه طرحات ديال العصا. ملي عطاه طلحات العصا الحطاب غيب. منين فاق دق الباب وحلت ليه مراتو وعاود ليها اش وقع ليه. قال ليها هاد الصوت غادي نرميه. قالت ليه هدا لا ما نرميوش، بهاد الصوت غادي نردو حقنا. لغد ليه الحطاب خذا معاه الصوت وداه للراعي قال ليه ما تخافش، هاك هاد الصوت هش بيه على غنمك وعندك تقول ليه بغيتي الذهب وما طمعش فيه كيف طمعتي في الغنم. رجع الراعي لدارو فرحان، قال لمراتو ما تحليش عليا الباب واخا تسمعي اللي سمعتي. قال الصوت عمر لي البيت بالذهب وخرج لي المارد صوته مزيان. قال لي ها اللي يدي الحطاب نعجتو. قال لي رجع النعجه للحطاب وحلف ليه الراعي باش يرجع النعجه للحطاب ورجع ليه نعجتو والصوت ديالو. الحطاب نفس الشي عملوا مع جارتو ورجعت ليه المكيال، ونفس الشي عملوا مع الوالي ورجع ليه طبلتو. من بعد ما كلا طرح ديال العصا من الصوت قال الحطاب لمراتو ما بقى ليا جلاس هنا، ملي رجع لينا حقنا الليله رحلوا من هنا. وفعلا في ليله ما فيها قمره انتقلوا لبلاد بعيده وعاشوا في رغد ويسر. والصوت خباه في الماريو وسد عليه وخبى سوارتو وقال ليه نعس يا صديقي حتى الوقت الحاجه. ومشات حجيتي من واد لواد وانا بقيت مع ولاد الجواد.